الآن الحمد لله الفضائيات الآن جاي ننفضح، يوم على يوم جاي ننفضح. احنا بنانا نتصور انه الشيعة لحاق، واذا عندنا فضائيات وشيء كل العالم يصيرون شيعة. اثار فضائحنا زادت، انكشفت على الملأ. واحد اهل السنة يتحدث ويانا يقول انا بنائي اول بنائي كلش كنت ماخذ نظرة، خصوصا بعد ثورة الخميني وكتب الشهيد الصدر، انه الشيعة متعمقين، اهل فلسفة، عندهم الصدر متألهين وعندهم فكر، ويا ريت انه العالم يطلع على فكرهم. بعدين لما شفت قناة الانوار والزهراء واهل البيت، وشفت ذول المخرفين الدجالين اللي على المنابر، شفت ذول الشيعة، هو هذا الشيعة؟ واحد يستحي انه يصير شيعة لما يسمع هاي المخرفين في قناة الفضائية الشيعية. والله واحد يخجل يصير شيء. ذاك اليوم واحد يقول شيخ يقول تدرون هذا العصفور ليش يسموه عصفور؟ يعني ما يستحون على الفضائية. يقول لأنه هو كان قد النعامة، هذا العصفور. هو كان اسمه صور، فور، اسمه فور قد النعامة. صار سني، يعني ترك الولاية أهل البيت، الله سواه بقد هذا العصفور وسماه عصافور. هو فور اسمه عصافور، عصا الله فسموه عصفور. يعني والله هذا حكي هذا بالفضائية مو خزي على الشيعة، شيعة الإمام علي وأهل البيت، الإمام الصادق، الحسين. يصير مستوانا بهالمستوى اللي أنا يقول خذ من مال الناصب. الناصب شنو؟ كل من خالف الشيعة هو ناصب. بالله هذا مو فضيحة؟ بس أنا ما كتبنا هاي. أصل العصفور أكبر بحجم النعامة واسمه فور، لكنه عصى الله، توقف عن ذكر لله أو تأخر عن الإقرار بالولاية، فقاموا المخلوقات اللي في زمانه يقولون عصا فور، عصا، بالتالي جوزت صارت عصفور، جوزت مثل قضية حضرموت.